ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جايه اكلمكم عن الاسنان دي اسمها سناب اون. سناب اون دي كذا حد سألني عليها وكذا حد كلمني عليها، وكتير قوي عايزين يعرفوا بتتركب ازاي، بتتعمل فين، بيتاكل عليها ولا لا، الكلام ده كله. هي بتيجي عبارة عن كده الفكين. طبعا دي بتتعمل في عيادة بمقاسات، يعني بتروحي العيادة تقولي له عايزة اعمل السناب اون، الاسنان المتحركة دي، بياخد مقاس اسنانك، بتتعمل في يومين او 3 او اسبوع على حسب برضو ايه الخامات المتوفرة في المكان اللي انت تطلبيها منه. عايزة اقول لكم ان هي بتعمل بروز كده خفيف. بصوا ركزوا كده، هتلاقوا برزت شفتي اللي فوق شوية لقدام، بس هي كتصوير حلوة جدا، مش اكتر من كده خالص. هي اصلا تعتبر للتصوير بس. هي اللون انت بتختاري اللون الابيض قوي ده، ولا لون اقل شويه، ولا درجه بيج كده فاتحه، يعني على حسب. عايزه لون سنانك، عايزه لون افتح، على حسب. عايزه اقول لكم ان ما ينفعش تشربي عليها اي حاجه سخنه خالص، ما ينفعش كمان تاكلي عليها، ما ينفعش تنامي بيها. لازم اما تقلعيها تحطيها في ميه او محلول ملح، تعقميها كويس، وبعدين بتشيليها في علبتها. حلوه جدا في التصوير، زي ما انتم شايفين كده الضحكه حلوه قوي. غير كده لا، ما بتريحنيش خالص. بحس ان انا مركبه حاجه في بقي كده غريبه عجيبه مريبه، وغاليه جدا. سعرها بيبدا من 3000 وانتي طالعه، سعرها عالي قوي، فما تستاهلش الصراحه. الفلوس دي كلها خساره، يعني خساره جدا، يعني خساره، يعني تحسي ان انت رميتي فلوسك في الارض. زائد ان هي بقى، بصوا اهو، بفكها كده بالطريقه دي وبس كده، وبحطها في العلبه بتاعتها. بس طبعا انا بحطها الاول، بعقمها وبشيلها في ميه كده قبل ما انام، وبس كده يا جماعه. هي دي الاسنان.